بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح مع بعض النهارده شابتر جديد في جزء دكتور احمد جوده بعنوان النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. يعني ايه نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز؟ هي عباره عن ادويه بتكون انتي انفلاماتوري يعني مضاده للالتهاب، وليست كورتيزونات يعني ليست سترويد، يعني لا تحتوي على الحلقه بتاعه الاسترويد رينج. في كده كان في الكورتيزونات في حاجه اسمها الاسترويد رينج بتكون موجوده ومميزه في الاسترويدال دراج. هي بنقول ان الادويه بتاعتنا اللي احنا هنتكلم عنها كلها بتكون نون سترويدال يعني لا تحتوي على هذه الرينج، وبتكون انتي انفلاماتوري دراجز. طيب هنبدا ناخد انترودكشن في الاول. عندي حاجه اسمها الاوتاكويد. يعني ايه اوتاكويد؟ اوتاكويد بتضم ثلاث حاجات. بتضم عندي السيروتونين، بتضم عندي الهستامين، ويضم في الاخر ما يسمى بالايكوزونويد. بالنسبه للسيروتونين احنا مش هنتكلم عنه خالص. بالنسبه للهستامين مالناش دعوه بيه النهارده. بالنسبه للايكوزونويد هي دي اللي احنا هنتكلم عنها. ليه؟ لان الايكوزونويد دي عباره عن ثلاث حاجات. عباره عن حاجه هنتكلم عنها بالتفصيل اسمها البروستاجلاندين، حاجه مش هنتكلم عنها خالص غير معلومه واحده اسمها الايبوكسايد، وحاجه هنتكلم عنها معلومه برضو واحده اسمها اليوكوتراين. يبقى انا عندي بروستاجلاندين، عندي الايبوكسايد، عندي اليوكوتراين. دول عباره عن ايكوزونويد، والايكوزونويد تبع عيله اكبر اسمها الاوتاكويد، والاوتاكويد دي بتضم عندي السيروتونين والهستامين. اول معلومه نعرفها اهي ان عندي حاجه اسمها الاوتاكويد بتضم الهستامين والسيروتونين والايكوزونويد. الايكوزونويد بتضم ثلاث حاجات: البروستاجلاندين وهنتكلم عنها كتير، الايبوكسايدز وهنتكلم عنها معلومه واحده وازاي بتيجي، واليوكوتراين هنعرف عنها معلومه واحده. عشان نخلص من اليوكوتراين، هي عباره انها بتعمل برونكو كونستريكشن. دي المعلومه اللي انا محتاجها النهارده عشان لما نيجي نتكلم كمان شويه على السايدز افكت بتاعت النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز او الانيسيدز، هنقول ان ممكن يحصل منها برونكو كونستريكشن وهنعرف ازاي بعدها. بس هنعرف ان اليوكوتراين هو اللي بيعمل برونكو كونستريكشن. ده اول حاجه. طيب الايكوزونويد ده عباره عن ايه؟ الايكوزونويد هو عباره عن ديريفاتيفز جايه من حاجه اسمها اراكيدونيك اسيد. طيب الاراكيدونيك اسيد ده ايه لازمته وجاي منين والتفاصيل بتاعته ده هنتكلم عنه. اول حاجه نعرف الكيميكال نيتشر بتاعته ان هو بيتكون من 20 كربونه. تمام، فكل حاجه جايه منه غالبا بتكون بيزد على الاراكيدونيك اسيد اللي هو جاي من 20 كربون. تمام، ده كده اول حاجه لازم نكون عارفينها. كمان البروستاجلاندين. البروستاجلاندين بما اننا نتكلم عنها بالتفصيل لازم نكون عارفين ان منها البروستاجلاندين الكويسه الطيبه الجود، ومنها ما هو شرير ايفل. طيب هنعرفهم ازاي؟ هنتكلم عنه. الجود دول بيعملوا ايه او الكويسين؟ اول حاجه كويسه ممكن يعملوها انهم يعملوا انهبيشن للبليتلت اجريجيشن، يقلل عندي البليتلت اجريجيشن. عشان كمان شويه لما نتكلم عن النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج هنقول ان انا عندي دراج اسمه اسبرين او اسيتايل ساليسيليك اسيد، هنقول انه بيعمل انهبيشن للبليتلت اجريجيشن، بس هنتكلم ازاي كمان شويه. كمان ممكن يعملوا عندي سايتو بروتكشن لمين؟ للاستومك، فيحمي عندي من حاجه اسمها قرحه المعده. عشان كمان شويه لما اقول لك المسكنات بتعمل قرحه المعده هنبقى عارفين ازاي. طيب بتعمل حمايه ازاي هذه البروستاجلاندين؟ البروستاجلاندين بتروح بتزود عندي البلاد فلو، الجاستريك بلاد فلو، مما يؤدي الى زياده الميوكس برودكشن اللي هي طبقه الحمايه بتاعه الاستومك، بالاضافه اصلا انه بيقلل البرودكشن بتاع الاتش سي ال. انا كده بس بعرفك البروستاجلاندين الكويسه بتعمل ايه، ما قلتلكش مين فيهم كويس ومين فيهم وحش ومين بيشتغل على الحلو ومين بيشتغل على الوحش، احنا لسه ما اتكلمنا. انا بعرفك بس ايه كجنرال كده عشان نبدا نخش في الموضوع واحده واحده. طيب ايه كمان البروستاجلاندين الكويسه بتعمله؟ بيزود عندي الرينال بلاد فلو. عشان كمان شويه لما اقول لك في مسكنات بتاذي الكليه، كلنا عارفين المسكنات بتاذي الكليه بس احنا مش عارفين ازاي. ما احنا هنعرف بقى انها بتقلل الرينال بلاد فلو مما يؤدي الى زياده الراس سيستم، والراس سيستم يؤدي الى زياده الالدوستيرون فيعمل سولت ووتر ريتنشن، يدخلني في ايديما، يدخلني في هايبرتنشن، يدخلني بقى في امراض وجلطات وقلب وحاجات كتير. طيب الايفل منهم او الشرير من البروستاجلاندين
ممكن يعمل معايا مشاكل. زي ايه؟ على عكس الاولانيه الكويسه كانت بتقلل البليتلت اجريجيشن، لا الايفل دي بتزود البليتلت اجريجيشن، فتزود فرصه حدوث الجلطات. فلما يزيد فرصه حدوث الجلطات الاقي حصل عندي مايوكارديال انفاركشن او هارت اتاك او ثرومبو امبوليزم، جلطات. طب ايه كمان؟ قال لك كمان بتبرو انفلاماتوري. يعني ايه؟ يعني بتعمل انفلاميشن، فهلاقي معايا فيفر، ممكن الاقي فيفر، هلاقي بين، هلاقي هيدك، صداع. طيب في برضه حاجه بتعملها البروستاجلاندين وهي كونتراكشن لليوترس. طيب دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ على حسب. احنا لو عندنا حاله حامل، هل انا عايز ازود البروستاجلاندين عشان يحصل كونتراكشن؟ لا، انا لا، عايز احافظ عليه. لكن وقت الولاده انا ببقى محتاج ازود الكونتراكشن بتاع اليوترس عشان يحصل عندي ليبر. طيب لو حاله لا قدر الله عايزه تجهض، فممكن نحتاج ناخد دراج بروستاجلاندين انالوج عشان يزود عندي الكونتراكشن عشان ينزل الجنين ونجهضه. بالاضافه اصلا ان البروستاجلاندين انالوج دول ممكن يستخدموها في بعد الولاده، يعني تولد وبعد ما تولد بيبقى فيه عايزين ينظفوا، فيديها حاجات تسود الكونتراكشن بتاع اليوترس عشان يطلع كل الحاجات اللي جوه وينظف. في دراج مشهور اسمه ميزوتاك، مش هتلاقوه الا في المستشفيات، هو عباره عن ميزو بروستول. والميزو بروستول ده عباره عن بروستاجلاندين انالوج. بيعمل ايه؟ بيعمل كونتراكشن. بيستخدموه امتى؟ في حالات الاجهاض لو عايزين يجهضوا، في حالات التنظيف بعد الولاده، وفي حالات لو الولاده لسه في الاول وعايزين يزودوا الطلق فبيستخدموه. طب دي عباره عن ايه؟ بروستاجلاندين انالوج اسمه ميزو بروستول. يبقى كده انا خدت كجنرال ايه وظيفه ولازمه البروستاجلاندين، الليوكوترايين والليبوكسايد مش هنتكلم عنها خالص غير انها بتيجي بطريقه معينه هنتكلم عنها كمان شويه. ده كده ان جنرال عرفنا ان عندنا اوتاكويد، من ضمنها الاوكوزانويد، من ضمنها البروستاجلاندين، عندي منها الكويسه الجود وعندي منها الايفل الشريره. عرفنا الجود بتعمل ايه والشريره بتعمل ايه ان جنرال. طيب نخش بقى على السنسز وازاي جات لنا البروستاجلاندين والليوكوترايين والحاجات دي. عندنا السيل ممبرين بتاع اي خليه بيحتوي على فوسفوليبيد بايلير، كلنا عارفين المعلومه دي من سنه اولى من اول ما دخلنا الكليه. طيب الفوسفوليبيد بايلير بيخش عليها انزيم اسمه فوسفولايبيز. في البايو بقى عندنا فوسفولايبيز A1 و A2 وفوسفولايبيز C وحاجات من دي على حسب ايه البرودكت اللي هيطلع. انا اللي هتكلم عنه هو فوسفولايبيز A2. ليه؟ الفوسفولايبيز A2 بيجي على الممبرين فوسفوليبيد اللي هنا ده ويطلع لي منه ما يسمى بالاراكيدونيك اسيد، اللي هو اتفقنا انه عباره عن 20 كربونايه. طيب هذا الاراكيدونيك اسيد بيشتغل عليه عده انزيمات، يا اما يشتغل عليه انزيم اسمه الكوكس او بنسميه سايكلو اوكسجينيز، او اللوكس لايبو اوكسجينيز، او انزيم او بيشتغل على السيتوكروم بي 450. عشان نخلص من البي 450 ده اللي بيطلع لي الايبوكسايدز. بس ده عايزك تعرفه في الايبوكسايدز. ازاي بتيجي الايبوكسايدز؟ بتيجي من الاراكيدونيك اسيد اللي هو 20 كربونايه لما يحصل له ميتابوليزم بالسيتوكروم بي 450. اللوكس او اللايبو اوكسجينيز بيطلع عندي الليوكوتراين. خلاص والليوكوتراين عرفنا انها بتعمل برونكو كونستريكشن. يتبقى لي الكوكس والكلام عليه كتير. ليه؟ تعال على جنب كده. انا عندي من الكوكس نوعين، نوع اسمه كوكس 1 ونوع اسمه كوكس 2. الكوكس 2 ده يتضم مع الايفل ده الشرير، ده اللي بيطلع لي بقى البروستاجلاندين الشريره. وال1 ده الجود اللي بيطلع لي مين؟ البروستاجلاندين الكويسه. طيب ده اول معلومه نكون عارفينها. الكوكس عرفنا انه منه 1 و 2. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ بنقول لك ان ال1 ده كونستيتيوتيف. يعني ايه؟ يعني موجود في كل التيشو، اي خليه اي تيشو اي حاجه في الجسم هلاقي فيها الكوكس 1. طيب لكن الكوكس ده انديوسابل. يعني ايه؟ يعني لازم حاجه تعمل له اندكشن. طيب موجود فين اكتر حاجه؟ موجود عندي في السي ان اس، موجود في الكدني، ده اكتر مكان هو فيه. يعني ده بتاع الانفلاميشن. في دراج في الماركت كده لو حد نزل صيدليه اسمه انتي كوكس 2. يعني ايه؟ يعني بيروح يقفل الكوكس 2، عباره عن مسكن وانتي انفلاماتوري. فاحنا ده اللي هنتكلم عنه بقى. يبقى انا عندي
2 من الكوكس، كوكس 1 كوكس 2. انا لو عايز هعالج مين؟ هقفل مين؟ هقفل الكوكس 2 لان ده عباره عن برو انفلاماتوري بيطلع عندي البروستاجلاندين الشريره. لكن عندي الكوكس 1 بيطلع عندي البروستاجلاندين الطيبه اللي بتحمي الاستومك، اللي بيزود الرينال بلاد فلو، اللي بتقلل البليتلت اجريجيشن. طيب الكوكس ده ليه تو اكتيفيتي، هو اسمه كوكس او سايكلو اوكسجينيز. السايكلو اوكسجينيز او كوكس له تو اكتيفيتي. الاكتيفيتي الاولانيه على اسمه اسمها سايكلو اوكسجينيز، والاكتيفيتي الثانيه بنسميها البير اوكسيديز. طيب ده اول معلومه، عرفنا ان ليه تو اكتيفيتي. ليه انا بقول لك المعلومه دي؟ عشان كمان شويه هنشوف السنسز بتاع البروستاجلاندين، هلاقي كوكس داخل مرتين، مره بالسايكلو اوكسجينيز اكتيفيتي ومره داخل بالبروكسيديز اكتيفيتي. تمام، نفهم بقى ونشوف الكلام بيجي ازاي. انا طلعت الاراكيدونيك اسيد، جه الحمد لله الكوكس بتاعي 1 او الكوكس 2 على حسب انهي بروستاجلاندين اللي هتطلع. هيجي بعد كده يطلع لي نوع من انواع البروستاجلاندين اسمها بروستاجلاندين جي 2. طيب عشان اطلع الجي 2 ده انا محتاج بقى السايكلو اوكسجينيز اكتيفيتي، فنحط هنا نقول ان دي السايكلو اوكسجينيز اكتيفيتي. طيب هل البروستاجلاندين جي 2 دي ليها رول؟ لا، هي عباره عن انترميديت. بعد كده بيتحول معايا هذا البروستاجلاندين جي 2 الى بروستاجلاندين اتش 2. طيب محتاج ايه؟ محتاج هنا بقى الاكتيفيتي الثانيه اللي هي البير اوكسيديز اكتيفيتي. هل البروستاجلاندين اتش 2 ده ليه رول؟ لا، ده برضه انترميديت، بيخش عليه انزيم اسمه بروستاجلاندين سينثيز عشان يطلع لي بقى البروستاجلاندين اللي بتشتغل. اهم البروستاجلاندين اللي عندي البروستاجلاندين اي 1، هنتكلم بقى على كل واحده وتفصيلها. بروستاجلاندين اي 2، بروستاجلاندين اف 2 الفا، بروستاجلاندين اي 2، ونركز على اي 2 ده لانه مهم جدا، والبروستاجلاندين دي 2. طيب في حاجه ناقصه؟ مع كل الخطوات دي والبروستاجلاندين سينسيز بيطلع برودكت برضو اسمه ثرومبوكسين A2، THA2 TXA2، ثرومبوكسين A2. الثرومبوكسين A2 والبروستاجلاندين I2 الاثنين بنسميهم انتاجونست لبعض. ليه؟ الثرومبوكسين A2 بيزود البليتلت اجريجيشن، لكن الاي 2 بيقلل البليتلت اجريجيشن. الثرومبوكسين بيعمل فازو كونستريكشن، الاي 2 بيعمل فازو دايليتيشن. يبقى اقدر اقول ان البروستاجلاندين اي 2 ده من مين؟ من من الحاجات الطيبه، لكن الثرومبوكسين اي 2 من الحاجات الشريره اللي طالعه عندي، وبما انها شريره تبقى طالعه من الكوكس 2 والاي 1 والاي 2 سوري جاي من الكوكس 1. كده انا وصلت معاك ازاي طلعت بروستاجلاندين. يبقى انا عندي فوسفوليبيد باي لاير، طلعت منها الفوسفولايبيز اي 2، طلع عليه الاراكيدونيك اسيد، دخل عليه الكوكس 1 او الكوكس 2 على حسب البروستاجلاندين اللي هيطلع. كده هيديني بروستاجلاندين جي 2 بالسايكلو اوكسجينيز اكتيفيتي. بعد كده الكوكس 1 وكوكس 2 برضو بيخشوا عندي بالبيروكسيديز اكتيفيتي عشان يديني بروستاجلاندين اتش 2. بعد كده ده برضو انترميديت بيخش عليه البروستاجلاندين سينثيسيس عشان يديني اما بروستاجلاندين اي 2 على حسب نوع السينثيز، يعني هم كذا انزيم، يا اما يديني اي 1 يا اما يديني اي 2 يا اما اف 2 الفا يا اما يديني اي 2 يا اما يديني دي 2 ويديني ثرومبوكسان اي 2 اللي قلته هو وهو، والاي 2 عباره عن انتاجونست لبعض. الثرومبوكسين بيعمل فازو كونستريكشن يزود البليتلت اجريجيشن، الاي 2 بيعمل العكس فازو دايليتيشن ويقلل البليتلت اجريجيشن. تعالى بقى ناخد كل واحد بروستاجلاندين ونفهم بيعمل ايه. بس قبل ما ناخد خلينا ناخد المعلومه عن الادويه بتاعتي اللي هي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج بتعمل انهبيشن لحاجتين، بتعمل انهبيشن للكوكس، ممكن كوكس 1 وممكن الكوكس 2 على حسب الدراج بتاعي. هل هو سيلكتيف؟ لما اقول لك الدراج بتاعي السيلكتيف او بريفنشال سيلكتيف، يعني سيلكتيف اكتر، يبقى على كوكس 2 لان ده الهدف بتاعي، هو انتي انفلاماتوري، ومن هنا اللي بيعمل برو انفلاماتوري ميديتورز هو الكوكس 2. فانا هروح اعمل ايه؟ عايز اقفل الكوكس 2، فهو بيروح يقفل الكوكس 2. طيب في نون سيلكتيف وده الاغلب، وده بقى اللي بيعمل لي مشاكل بالهبل، مع ان السيلكتيف ليها مشاكل برضه هنتكلم عنها، لكن اغلب المشاكل بتيجي من الكوكس 1. طيب هل الدراج سيلكتيف ولا لا؟ لو مش سيلكتيف بيقفل الاثنين، لو سيلكتيف بيقفل الكوكس 2. طيب يا دكتور بيشتغل بقى على البير اوكسيديز اكتيفيتي ولا بيشتغل على السايكلو اوكسجينيز اكتيفيتي؟ انا بقول لك انهم بيشتغلوا على الاثنين ما عدا
واحد كده ما يعتبرش نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري هنتكلم عنه، وهو الباراسيتامول او بنسميه الاسيتامينوفين. انت ممكن تلاقي المصطلحين في الامتحان فلازم تعرفها. اسيتامينوفين دول بيسيبوا السايكلو اوكسجينيز اكتيفيتي ويروحوا يعملوا انهبيشن للبروكسيديز اكتيفيتي. تمام، حلو. طيب انا لما بقفل بقى كوكس 1 او كوكس 2 الناتج بتاعي هو عباره عن ايه؟ نقص في البروستاجلاندين. الطيبه ولا الشريره تختلف بقى على حسب السلكتيفيتي. هل الدراج بتاعي سلكتيف لكوكس 1 لكوكس 2 فساعتها يبقى ايه كده؟ ده انتي انفلاماتوري كويس، سايب الكوكس 1 شغال، مش هيعمل ايه؟ مش هيعمل انهبيشن للبروستاجلاندين الطيبه. لكن لو هو نون سيلكتيف هيعمل انهبيشن ويقلل البروستاجلاندين الطيبه والبروستاجلاندين الشريره. عندي دراج برضه هنتكلم عنه كمان شويه اسمه الكيترولاك، اللي هو في حقن الكيتولاك. ده بقى توكسيك شويه، هايلي سيلكتيف بزياده على الكوكس 1. طب ليه؟ ايه المشكله يا باشا؟ ما انت كده هتبوظ لي المعده، هتبوظ لي البروستاجلاندين الطيبه كلها اللي كانت بتحمي المعده، هتعمل لي مشاكل في الكليه، هتقلل لي الرينال بلاد فلو. ما في البروستاجلاندين الطيبه كانت بتزود الرينال بلاد فلو، انت كده بتقلله لي. هنتكلم عن الكلام ده كل شويه، انا بس بديلك فكره وننظم لك الافكار. الادويه بتاعتي بتقفل كوكس، بيروكسيديز اكتيفيتي وسايكلو اوكسجينيز اكتيفيتي، ما عدا حاجه اسمها باراستامول لا تعد من ضمن النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. لان ليه؟ هنتكلم كمان شويه. طيب الاسيتامينوفين ده بيعمل ايه؟ بيقفل البيروكسيديز اكتيفيتي، حلو، فيقلل برضه البروستاجلاندين، لكن لا يعد من عيله النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. طيب ناخد بقى البروستاجلاندين اللي طلعت. يعني انا خلاص عرفت ان انا عندي اراكيدونيك اسيد دخل عليه الكوكس بالسايكلو اوكسجينيز والبيروكسيديز واداني البروستاجلاندين سينسيز، وفي الاخر طلع عندي البروستاجلاندين. تعال بقى نشوف كل بروستاجلاندين ايه الوظيفه بتاعته. اول اتنين مع بعض عندي اللي هما الاي، سواء كان اي 1 او اي 2. طيب دول مالهم؟ دول حلوين ليه؟ اول حاجه هما فازو دايليتور، حاجه جميله، لان لما يحصل عندي فازو كونستريكشن انت بتعرض زياده ضغط. لما يحصل عندي فازو كونستريكشن انت بتعرض عندي زياده فرصه اسكيميا او هارت اتاك او ستروك، لانك بتقلل الدم. ده اول حاجه. طيب كمان في حاجه عندي اسمها داكتس ارتريولز ارتريولز. يعني ايه داكتس ارتريولز؟ الشخص وهو في بطن امه لسه في مراحل النمو، في الاخر خالص بيكون عندي البلمونري سيركيوليشن مقفوله. انا عندي سيستميك سيركيوليشن شغاله زي الفل، الدم رايح للجسم، بس عندي البلمونري لا، لانه بيعتمد على الام في النفس. في مرحله ما قبل الولاده لازم يحصل عندي قفله، اقفل الداكتس ارتريولز. يعني لو اتكلمنا مثلا ان ده البلمونري اهي، فالبلمونري شغاله ماليش دعوه بيها، مقفوله. يعني مش يعني ايه شغاله؟ يعني مفيش دم بيروح فيها، بيعتمد في التنفس على الام. والسيستميك سيركيوليشن عندي شغاله زي الفل، انا ماليش دعوه بالبلمونري، مش شغاله خالص. ليه؟ لاني مفتوحه من هنا، يعني دي بتبقى مفتوحه. لكن لما شخص يتولد فانا لازم يكون عندي بالمونري سيركيوليشن وعندي سيستميك سيركيوليشن، فبيحصل عندي بقى قفل في المنطقه دي. فلما اقفل هنا الشخص يتولد يقدر عنده سيستميك سيركيوليشن شغاله والبلمونري سيركيوليشن شغاله. طيب ايه وظيفه الاي 2 والاي 1 في الحاجه دي؟ وظيفتهم ان يسيبوا الحته دي مفتوحه ما يقفلوهاش، فنقول انهم بيخلوها ايه؟ باتنت، يعني تفضل مفتوحه. ودي حاجه حلوه طول ما هو في بطن امه، حاجه وحشه لو عند الولاده، لان لما يتولد مثلا لا انت محتاج تقفلها. عشان كمان شويه هنتكلم ان في دراج اسمه اندوميسازين بيروح يقفل الداكتس ارتريولز في حاله ان الشخص اتولد وهذا الشخص مولود وهي مفتوحه، دي مشكله. لا فانا بديله اندوميسازين عشان يقفلها. طب ازاي؟ الفكره اصلا ان انا بقلل بروستاجلاندين اي 1 واي 2، فبالتالي انا قللت الفتح فقفلت. دي الفكره بتاعتها عموما، وهنتكلم عنها بالتفصيل. وزي ما قلت لك هي اشهر دراج عندي اللي هو الاندوميسازين. تمام. ايه كمان بيعملوا؟ طبعا دول من الحاجات الكويسين، فبيعملوا جاستريك بروتكشن. واتكلمنا عن جاستريك بروتكشن من خلال زياده الميوكس اللي بيحمي، زياده البلاد فلو للميوكس بروديوسنج سيل، وكمان من خلال انه بيقلل الاتش سي ال، فبالتالي ما يقلل عندي القرح، فبيكون جاستريك سايتو بروتكشن. طب ايه كمان مهم جدا في الاوفيوليشن؟ بس يعني ده مش قوي، لان المسكنات ما بتاثرش على الاوفيوليشن بالطريقه اللي هي الاوفيوليشن هي التبويض والخصوبه، ما بيأثرش عليها قوي، يعني ده رير افكت يعني. فبنقول بس انه ليه دور في الاوفيوليشن.
له دور في الدايوريسيس، برضو مش مهم قوي بس اعرفه. وله اهم دور انه برو انفلاماتوري. يعني بص هو كان كويس فاز دايليتيشن، بيحافظ على الضغط الارتيريوس مفتوحه لحد الولاده، بيعمل جاستريك بروتكشن، ليه دور في الاوفيوليشن، له دور في الدايوريسيس، لكن ما زال له دور في الانفلاميشن، فهو برو انفلاماتوري مش انتي انفلاماتوري، وبالتالي يقدر يعمل عندي شويه فيفر. تمام، يبقى هو كويس الى حد ما، فازو دايليتيشن، داكتس ارتريولس باتنسي، جاستريك سايتوبروتكشن، اوفيوليشن، دايوريسيس، معلش هو في حته ايه برو انفلاماتوري وفيفر، بس مقارنه بده حاجات قليله، فيعتبر هو تبع البروستاجلاندين الكويسه. طيب في بقى عندي بروستاجلاندين F2 الفا. F2 الفا لها رولين. الرول الاولاني في اليوترس كونتراكشن، ودي مهمه جدا، هقول لك ليه. وكمان ليها رول في الاوفيوليشن، وزي ما قلت لك دي مش مهمه قوي يعني ما بتاثرش. طب ليه بقول لك كلمه اليوترس كونتراكشن؟ لان الاشخاص ممكن لو واحده حامل وجايه على وش الولاده خلاص وبتبربع مسكنات بقى في الاخر، انا بيقل عندي البروستاجلاندين، ومن ضمن هذه البروستاجلاندين F2 الفا، فيقل عندي اليوترس كونتراكشن، فيحصل حاجه اسمها توكوليسيس. يعني ايه توكوليسيس؟ يعني نقص في اليوترس كونتراكشن، فبالتالي الليبر مش قادر يحصل، فاضطر بقى ادخل لها بروستاجلاندين، اديها حقن طلق، اديها ما اعرفش اوكسيتوسين، المهم ان انا بتصرف. لكن من اعراض النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج انها بتقلل البروستاجلاندين، من ضمنها البروستاجلاندين F2 الفا، فبالتالي يقلل عندي اليوترس كونتراكشن، فيحصل عندي التوكوليسيس. طيب بروستاجلاندين مش مهمه قوي، اسمها دي 2، بتعمل ايه؟ لها رول في الالرجي. بروستاجلاندين مهمه بقى اللي هي الاي 2، وعندي المركب اللي اسمه ثرومبوكسين A2. ليه؟ دول انت لو قلت لك انهم انتاجونيز لبعض. الاي 2 فازو دايليتور، الثرومبوكسين فازو كونستريكتور. الثرومبوكسين يزود البليتلت اجريجيشن، الاي 2 يقلل البليتلت اجريجيشن، فقلنا انهم انتاجونيز لبعض. طيب الاي 2 واضح انه لحد دلوقتي كويس، نكمل بقى الحاجات الكويسه بتاعته. جاستريك سايتو بروتكشن زي الاي 1 والاي 2، دايوريسيس زي الاي 1 والاي 2، مشكلته برو انفلاماتوري زي الاي 1 والاي 2، برو انفلاماتوري، وبالتالي ممكن يدخل معايا شويه فيفر. ان جنرال لما انت تعرف ان ده شغل البروستاجلاندين عندي، وقلت لك ان انا عندي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج عملت انهبيشن للكوكس فقلل البروستاجلاندين، تتوقع ايه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ من المشاكل اللي ممكن تحصل عندي ان الفازو دايليتيشن ده يقل. طيب ولما يقل يحصل عندي فازو كونستريكشن، ضغط يزيد، اديمه، وحاجات من دي تحصل. طيب ضغط ارتيريولس بتنسي لما اكون بستخدم نون ستيرويدال كتير، فانا قللت ده، فهلاقي عندي بريماتيور كلوز، اتقفل وهو في بطن امه، باص الراجل يموت، ما بقاش راجل لسه هيموت. طيب لما اقول لك انه برضه بيقلل الاي 1 والاي 2 في الجاستريك سايتو بروتكشن، فبالتالي ممكن يحصل عندي ألسر. طيب لما اقول لك ان رول انه بيقلل الحاجه اللي بتعمل اوفيوليشن، ففرصه ان يحصل عقم كبيره. يقلل الدايوريسيس فيتحبس الميه عندك فالضغط يزيد. تمام، لكن في ميزه انه بيقلل حاجه زي الاي 2 برضه، وبيقلل حاجه زي الاي 1 والاي 2 في حته البرو انفلاماتوري، فبالتالي يقلل عندي الانفلاميشن، يقلل الفيفر. ولذلك لما اقول لك ما هي الفانكشن، اهم كلمه اوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، هتقول لي الثلاث معلومات التاليه. هو عباره عن انالجيسيك، انتي بايريتك، انتي انفلاماتوري. تمام كده، ما عدا في 2 اكسبشنز هنتكلم عنهم كمان شويه، في حاجات بنستثنيها. ده كده بالنسبه نقول لانترودكشن شامله كامله للنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري والبروستاجلاندين، وخدنا فكره عامه. نخش بقى نتكلم على الدراجز بتاعتنا والتفاصيل بتاعتنا، السايدز افكت والانديكيشنز والى اخره. نيجي بقى نتكلم على الاكزامبلز بتاعت النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. بنقسمها على حسب الكيميكال ستراكشر. اول حاجه عندي الساليسيليتس، والساليسيليتس دي مشتقه من الساليسيليك اسيد، وانا عندي فيها 2 دراجز، الاسبرين اللي اشهر من العالم اللي هو اسيتيليك اسيد، والديفلونيزال. طب ايه الديفلونيزال ده؟ الديفلونيزال هو عباره عن 2 اسبرين اتمسكوا مع بعض بكوفيلنت بوند،
طب النتيجه انه فقد عندي الانتي بايريتيك اكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني هو انالجيسك وهو انتي انفلاماتوري لكن لا يخفض الحراره، فهو ليس بانتي بايريتيك. الاسبرين برضو عشان نبقى عارفين يختلف الاكشن بتاعه على حسب الدوز. بنقسم الاسبرين دوز او الاسبرين اكشن الى حاجتين: هل يكون انالجيسك ولا هيكون انتي بليتلت. انتي بليتلت دي نقدر نقول من اول 71 مثلا لحد 100 مللي جرام. وصلت بقى في ال 300 325 الرينج ده لحد 1000، فانت كده دخلت في الانالجيسيك دوز. يبقى اقدر اقول ان الاسبرين اكشن او افكت از دوز ديبندنت، قد يكون انتي بليتلت وقد يكون انالجيسيك على حسب الدوز بتاعتي. تمام؟ ده اول حاجه. سؤال تاني مهم جالك في الامتحان: لماذا الديفلونيزال ليس انتي بايريتيك؟ لماذا؟ لانه عباره عن تو اسبرين موليكيول كوفالنتلي بوندد مع بعض. طيب تاني عيله عندي مشتقات البروبانويك اسيد. هما مين؟ اي حاجه فيها بروفين، ايبو بروفين، كيتو بروفين، فلوروبي بروفين، بالاضافه الى نحفظ النابروكسين. تمام. ايه تاني؟ الاسيتيك اسيد ديريفاتيفز، الاندوميسازين واهمهم. ليه؟ مش لسه قايل لك انا في بروستاجلاندين اسمها اي 1 واي 2 بتخلي الدكتس ارتريولس مفتوحه باتنت. الشخص اتولد وهي باتنت، طيب اتولد بدري وطلعت باتنت، اعمل ايه؟ اديله اندوميسازين يقلل لانه مور سيلكتيف على مين؟ على الاي 1 والاي 2، فيقفل عندي الدكتس ارتريولس بعد الولاده. كمان عندي 2 اخوات، الديكلوفيناك والاسيكلوفيناك، دول اخوات مع بعض اتحفظوا. سولينداك وده مهم عشان هقول لك عليه معلومه دلوقتي، هو والنبيوميتون. والكترولاك ده مهم جدا تعرف انه كوكس 1 سيلكتيف، بيعمل قرح بطريقه مور سيلكتيف، يعني هو ليه اكشن برضو على الكوكس 2 عشان كده هو انتي انفلاماتوري وانتي بايريتيك وانالجيسيك، لكن مور سيلكتيف واكشن كبير على كوكس 1. لذلك 40% تقريبا من الحالات اللي بيشتغلوا عليه لمده 7 ايام بيحصل عندهم قرح وممكن بليدنج. طيب في عندي كيتونز زي مين؟ زي ما قلت لك النبيوميتون. النبيوميتون والسولينداك عباره عن برو دراج. معلومه مهمه، يسالك سؤال ما هي البرو دراج؟ عندي 2: النبيوميتون والسولينداك. طيب ايه كمان؟ نخش على الاوكسيكام. اوكسيكام عندي بايروكسيكام وعندي الميلوكسيكام، وبنقول ان الميلوكسيكام ده بريفنشال سيلكتيف لمين؟ ما انا قلت لك ما دام قلت سيلكتيف يبقى انا بدور على كوكس 2. يعني يفضل الكوكس 2 بكميه اكبر، لكن الكترولاك يفضل الكوكس 1 بكميه اكبر. طيب مين هما بقى السيلكتيف؟ يبقى انا عندي اهو كل دول نون سيلكتيف، نقيت منهم حاجه مور سيلكتيف لكوكس 1 اللي هو الكترولاك، ونقيت منهم البريفنشال سيلكتيف اللي هو الميلوكسيكام، يسلمين السيلكتيف على الكوكس 2 وهما السلفا ديريفاتيفز، وهو السيليكوكسيب. تعرفوا من كلمه كوكسيب؟ سيليكوكسيب والاتروكوكسيب. السيليكوكسيب ابروفد باي الاف دي اي، لكن الاتروكسيب ده ابروفد باي اوروبا الاي ام اي. مهم هيجي لك في الامتحان عادي. سيليكوكسيب از ابروفد باي، تقول له اف دي اي، اتروكسيب بالام اي اوروبيان ميديسن ايجنسي. تمام، حلو كده. يبقى عرفت مين السيلكتيف اللي هم دول كوكس 2 سيلكتيف، وعرفت مين البرفنشال سيلكتيف الميلوكسيكام، وعرفت مين السيلكتيف اكتر على الكوكس 1 وهو الكترولاك. في عيله بقى في الاخر كده اسمها فيناميتس. فيناميتس بتضم عندي الميفانيميت والميكلوفيناميت. هتعرفها من كلمه فيناميت هي اسم العيله فيناميت. طيب كده انا عرفت اتكلمت على كل النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. في واحد بقى كده هو نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري اسمه الباراسيتامول. الباراسيتامول قلنا بيشتغل على الكوكس بس على البيروكسيديز اكتيفيتي، يعمل لها انهبيشن. ده اول معلومه مهمه عندي. الباراسيتامول بيشتغل عندي سنترال سي ان اس، لذلك ليس له انتي انفلاماتوري دراج. تمام، حلو. اذا يستخدم كانالجيسيك وانتي بايوتيك، مسكن وخافض الحراره، ولكن ليس مضاد للالتهابات. طيب دكتور جوده قالك في حاجه اسمها كوكس 3. ايه قصه كوكس 3؟ قالك في فتره من الفترات اكتشفوا ان انا عندي انزيم اسمه سايكلو اوكسجينيز 3 زي 1 و 2، بس اكتشفوه في القوارض في الرودنت.
فطلع بقى يقول لك لا ده يمكن الباراستامول بيشتغل على كوكس 3، ده ممكن عملوا الابحاث ووجدوا ان مفيش كوكس 3 اصلا في الهيومن، وانما موجود في الرودنت فقط. فرجعوا للفرضيه او النظريه اللي بتقول ان الباراسيتامول يشتغل على الكوكس بالبيروكسيديز اكتيفيتي ويعمل لها انهبيشن، وليس له علاقه بحاجه اسمها الكوكس 3. ده كده بالنسبه للاكزامبلز بتاعت النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. نيجي مع بعض بقى نتكلم على النون سترويدال اكشن وافكت وسايد افكت والحاجات دي كلها. اول حاجه تعالى نشرح الميكانيزم او الميكانيزم اوف اكشن، هنشرحه ببساطه بس. ده انا عندي الكوكسي انزيم، المفروض ان النتيجه بتاعتي بيطلع عندي بروستاجلاندين. عشان يطلع بروستاجلاندين لازم يرتبط ببعض الامينو اسيدز. طيب ايه اللي بيحصل بقى في النون سترويدال؟ النون سترويدال عباره عن كومبيتيتيف انهبيتور، يعني بيروح ينافس مين؟ ينافس الامينو اسيدز، ويمسك هو في الكوكس ويوقفه ويلغي الامينو اسيد، يعني كومبيتيتيف انهبيتور للامينو اسيد انها تبايند تو الكوكس، فبالتالي ما تبايندش فيحصل عندي نقص في البروستاجلاندين. ده بنسميه الموليكولار ميكانيزم. يعني ايه اللي بيحصل بالتفصيل؟ انت هتسال يقول لك كومبيتيتيف انهبيتور دي كوكس 1 اند كوكس 2 على حسب ايه الفاريابيليتي في السلكتيفيتي. طيب موليكولار ميكانيزم عشان تبقى فاهم اكتر، والله هو بيروح يعمل كومبيتيشن منافسه مع الامينو اسيد اللي هتمسك فيه الكوكسي انزيم في ايه اللي عندي البروستاجلاندين عشان تبقى. طيب بيشتغل سنترال ولا بريفرال؟ بيشتغل سنترال وبيشتغل بريفرال في السي ان اس وبره السي ان اس. بيعمل انهبيشن للسايكلو اوكسجينيز اكتيفيتي للبيروكسيديز اكتيفيتي تمام. طيب الكومبيتيشن دي والمنافسه ريفرسبل ولا ايرفيرسبل؟ كله ريفرسبل اكسبت ده اللي بيهمني وسؤال الامتحان، الاسبرين. ليه؟ الاسبرين بيروح يمسك مكان الامينو اسيد ويعمل اسيتايليشن. ايه بقى قابلني لو عرفت تفك ايه الاسيتايليشن ده؟ فيفضل irreversible لحد ما تخلص المده واللايف سايكل بتاعه الكوكس، وبعد كده يتكل على الله يموت. تمام؟ ده كده اول حاجتين. طيب اتكلمنا على شويه ادويه زي الكيترولاك، قلت لك ده مور سيلكتيف على الكوكس 1 وممكن يعمل لي بليدنج وجاستريك ألسر ويعمل لي مشاكل كتير، لو استخدمته 7 ايام بيعمل كده في 40% من الحالات. اتكلمنا على كله انهم كلهم نون سيلكتيف ما عدا السلفا ديريفاتيفز، ده سيلكتيف على كوكس 2، الكترولاك شغال على كوكس 1 اكتر، الميلوكسيكام بنسميها بوتنشال سيلكتيفيتي. كلهم ريفرسبل ما عدا الاسبرين لانه بيعمل اسيتايليشن. طب لو جيت قلت لك بيعملوا ايه المسكنات؟ هتقول لي يا باشا انا بستخدم مسكن انالجيسيك، ماشي. هتقول لي يا دكتور انا بستخدمه انتي بايريتك، اقول لك تمام بس كان في واحد مش انتي بايريتك. ايوه الديفلو نيزال ده ما كانش انتي بايريتك عشان هو عباره عن 2 اسبرين شابكين في بعض كوفيلنت. انتي تالتة انتي انفلاماتوري، وقلت لك في حاجه كده هي مش نون سترويدال ومش انتي انفلاماتوري، مين؟ اللي هي الباراسيتامول. الباراسيتامول مش انتي انفلاماتوري، بيشتغل سي ان اس فقط. طب انتي انفلاماتوري في امراض ايه؟ اي مرض فيه التهاب، روماتويد ارثرايتس ما ده التهاب، مرض مناعي التهاب، اوستيو ارثرايتس التهاب مفاصل، انكلوزنج سبوندلايتس اللي هو الانزلاق الغضروفي، الجاود هو ده التهاب اللي هو اللي بيسموه النقرس، الديسمينوريا الالام اللي بتحصل بقى في اثناء البيريود، الفيفر حراره. تمام، ما هي الحراره جايه منين؟ من انفلاميشن، فانت لما تقلل الانفلاميشن يقلل معاها فيفر. طيب مين اقواهم؟ تعتقد مين اقوى واحد؟ اقول لك ان الكيترولاك اقواهم، ما عشان في واحد كان يسالني يا دكتور هو ما دام بيعمل قرح وبيعمل كده طب ليه بستخدمه؟ ما هو يا باشا اقواهم قوي لدرجه انهم بيقولوا انه اكوي بوتنت للاوبويد، المخدرات، المورفينات. متخيل؟ بس معلش بيعمل لك شويه قرح فانت استحمل. فبيستخدموه غالبا في العمليات، لما تلاقي حد عامل عمليه رباط صليبي، عمليه في المفاصل، عمليه من كده، فيقول له ايه؟ خد حقن كيترولاك. طيب الاسبرين استخدامه ايه؟ قال لك الاسبرين جامد، يبقى انا اول استخدام اهو بعد الثلاثه دول بنسلكتيف بقى الكيترولاك في العمليات، في الالام بعد العمليه. الاسبرين قلت لك على حسب الجرعه، قد يكون انالجيسيك وممكن يكون انتي بليتلت فعالج عندي ثرومبو امبوليتيك ديس اوردر زي مين؟ زي اتريال فيبريليشن والمايوكارديال انفاركشن، بنسميها اتريال فيبريليشن او ايفيب.
والتانية بنسميها المايوكارديال انفاركشن. طيب ايه كمان؟ دول اصلا ناتجين بسبب جلطات. يعني لما ندرس الريزميا، يعني القلب بيقعد يرعش في الاتريال فيبريشن، يرعش يرعش يرعش، فالدم ما يتحركش فيفضل فيتجلط، فيحصل عندي ايه؟ جلطات. فانا بديله الاسبرين يزود السيوله عشان ما يحصلش عندي الجلطه دي جوه القلب. والمايوكاردال انفاركشن الدم مش واصل، متجلط، فمش واصل للهارت، فبالتالي يحصل عندي اسكيميا، فبالتالي يحصل عندي موت للخلايا بتاعه القلب، فيحصل عندي المايوكاردال انفاركشن بنسميها هارت اتاك. طيب اندوميسيزين حبيب القلب، خلاص عرفت انه ده بيعمل ايه؟ كلوز للباتنت داكتس ارتريولس لو الشخص مولود بدري. في حاجه بقى اسمها ماستايتس. ماستايتس دي التهاب في الثدي، بيتم غالبا بعد الولاده، في بدايه الرضاعه بيحصل عندي التهابات. دكتور جوده بيقول لك اصلا مش لازم استخدم انتي بايوتكس، انت ممكن تستخدم ايه؟ 2 ل 3 انالجيسيك من غير انتي بايوتكس. انت لو درستها في الكلينيكال هيقول لك لا خد شويه انتي بايوتكس. ده كده بالنسبه للانديكيشنز بتاعتي وللميكانيزم. نيجي نتكلم بقى على الفارماكو كاينيتكس. وما دام اتكلم على الفارماكو كاينيتكس يبقى انا بتكلم على كذا حاجه. اول حاجه وهي الابزوربشن، تاني حاجه الديستريبيوشن، تالت حاجه الميتابوليزم والاكسكريشن. كلنا في ناس عارفه وناس ما تعرفش ان الاكسكريشن والميتابوليزم بيتضموا مع بعض احيانا تحت مصطلح اليمينيشن. بس احنا بنحب نفصلهم ميتابوليزم واكسكريشن. الابزوربشن، ابزوربشن يعني لما باخده اورال بيمتص ولا لا؟ يا باشا انت بتبربع مسكنات طول النهار والليل على بطال واورال وشغال زي الفل وبتسكن وبتبقى زي الفل، يبقى هنا بنقول انه ايه؟ الابزوربشن بتاعي كويس جدا. طيب الفيرست باس افكت، لا يا حبيبي نجري جنبه. يعني ايه؟ يعني بيروح الكبد يتكسر شويه صغيرين ما لهمش اي تاثير، فنقول ملوش تاثير، يبقى الكميه انا باخدها فعلا بتوصل الجسم عند كميه صغيره كده ايه؟ لا تعتبر. ديستريبيوشن، ما دام هتكلم على الديستريبيوشن يبقى لازم اتكلم على البلازما بايندينج بروتين. يعني وبالذات الالبيومين. طيب خلينا نفهم. انا عندي البلازما اهو، بلازما بايندنج بروتين، او هنقول ايه؟ الالبيومين احسن. اقول مثلا عندي ايه؟ شويه دول. اي دراج بعد ما يخش ويخلص ويلف لفته ويخش لحد الدم بيبقى منه جزئين. جزء ماسك في البلازما بايندنج بروتين وجزء فري. الجزء الفري ده بيروح للتارجت بتاعه ويديني الاكشن، ماليش دعوه بيه دلوقتي، بس ده اللي ايه؟ اللي شغال عندي. جزء تاني بقى بيروح يمسك في البلازما بايندنج بروتين ويقعد عليها قاعد، هو ده وظيفته. يتنقل بقى في الجسم ويحصل بقى كونسنتريشن جريدينت، لما يصل شويه الفري دول يعدوا الاكشن ويسحبوا من الدم خلاص ويروحوا، نفك شويه ويروح، وهكذا. دي الفكره. وفي بقى اللي بيروح اكسكريشن وحسب التارجت بتاعي، مش هيهمنا الكلام ده دلوقتي. طيب ايه اللي هيحصل؟ ليه انا بقول الكلام ده؟ عشان حاجتين. لو ان شخصا عنده مشكله في الليفر، كبده بايظ، ايه اللي هيحصل؟ هذا الالبيومين هيكون قليل، فبالتالي قل عندي البلازما بايندنج بروتين، زاد عندي الكميه الفري، زاد الاكشن، ممكن يحصل منه توكسيستي. تمام. وبالتالي زاد الهاف لايف، ما هو زاد الكميه الفري، زاد الاكشن، حصل توكسيستي، زاد التي هاف، زاد الايفكت، كل دي حصل. طيب ايه تاني مشكله؟ تاني مشكله ان في ادويه تنافس على هذا الالبيومين، زي مين؟ زي الوارفرين. طب الوارفرين ده ايه؟ الوارفرين ده من اكتر الادويه اللي بتمسك اهو. ده الوارفرين قاعد. الوارفرين اهو، غير اللون. ده وارفرين ماسك في البلازما بايندنج بروتين او الالبيوم، قاعد مبسوط مرتاح منه شويه فري، بيدو الاكشن. والوارفرين ده عباره عن حاجه للسيوله. طيب ايه اللي بيحصل؟ قال لك انت لو جيت بقى تستعبط واديته اسبرين، بس مش اسبرين اي جرعه، جرعه الانالجيسيك من 325 لحد 1000 مللي جرام. ايه اللي بيحصل؟ بيقوم هذا الاسبرين جاي ماسك في البلازما بايندنج بروتين، طارد الوارفرين، زاد الفري، عمل لك بليدنج، سيوله عاليه جدا. ده يعتبر دراج انتر اكشن. ما تاخدش اسبرين في انالجيسيك دوز مع وارفرين عشان يعمل لك توكسيستي من الوارفرين. ولو انت مريض ليفر بلاش مسكنات. ليه؟ لان عندك الالبيومين قليل، فهيزيد عندي الفري، فيزيد الاكشن والتي هاف، وممكن يحصل لك توكسيستي من هذا المسكن. طبعا السايد افكت بتاعته كتير هنتكلم عنها كمان شويه. تمام. ايه كمان؟ الميتابوليزم. تعالى نتكلم عن الميتابوليزم. الميتابوليزم يا اما حاجه من الاثنين، يا اما بيروح على السيتوكروم
بي 450 يتكسر عادي، يحصل له ميتابوليزم، او ممكن يحصل له جلوكو يوريدينيشن. يعني ايه؟ يعني يحصل له مثلا هنا اوكسيديشن الاول، والعمليات بتاعته تبقى مور سوليبل، بعد كده يروح له جلوكورونيك اسيد بالجلوكورونال ترانسفيريز عشان يحصل عندي جلوكورونايديشن اللي هو يمسك في جلوكورونيك اسيد، وبالتالي يبقى سوليبل قوي، فاقدر اخرجه من الجسم. وانا ما اقدرش اخرج الماده الا لو كانت سوليبل قوي، ووتر سوليبل. طيب ايه كمان؟ قال لك الاكسكريشن. الاكسكريشن فيها حاجتين، يا اما يخرج من خلال الكدني، ودي حاجه جميله، خلاص دخل خلص اشتغل هب يلا اخرج من الكدني. يا اما بقى في ادويه تخش لا انتيرو هيباتيك. يعني ايه؟ يعني اهو هو كان في الاستومك ودخل على الانتستين، بعد كده يروح لمين؟ يروح للليفر، وبعد كده يرجع للانتستين ويحصل له امتصاص. طب ده النتيجه بتاعته ايه؟ النتيجه هنا حركه الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن انها بتزود التي هاف. قال لك طب في دواء ملوش علاقه بالكلام ده؟ عندي دواء ملوش علاقه بالكلام ده، اللي هو مين؟ النابيوميتون، اللي هو تبع الكيتون. نابيوميتون ده ملوش علاقه بالايه، يخش انتريك سيركيوليشن ويعمل كل الكلام ده بس ما يزيدش التي هاف بتاعته، هو كده تمام. فبنسميها انتيرو هيباتيك سيركيوليشن او انتيرو هيباتيك ريسايكلينج. طيب حلو. هل كل النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري لها نفس التي هاف؟ قال لك لا، انا بقسمها الى حاجات. ايه الحاجات دي؟ قال لك ممكن تكون لونج اكتنج ودي تتاخد مره في اليوم والتي هاف بتاعها بيكون اكتر من 6 ساعات. طيب مين؟ قال لك عد معايا. النابروكسون، مين كمان؟ النابيوميتون. مين النابيوميتون ده؟ كيتون، اللي ماله برضه اللي بيخش انتيرو هيباتيك بس بيزيدش التي هاف بتاعته، هو اصلا لونج هاف لايف. طيب مين كمان؟ قال لك السولينداك. مالهم الاثنين دول؟ لو انت فاكر كده كانوا برودراج، بجمع معاك اهو تمام. مين كمان؟ الاوكسيكام، اللي هما مين؟ البيروكسيكام والميلوكسيكام، والميلوكسيكام كان بريفرنشال سيلكتيف، بجمع معاك. كمان مين؟ الصلفه، الكوكسيب، السيليكوكسيب والاتروكوكسيب اللي هما سيلكتيف على كوكسي 2. كل دول بيعتبروا لونج هاف لايف، اي حاجه غيرهم نعتبرها شورت هاف لايف او شورت اكتنج. تمام. ده كده بالنسبه لي الفارماكوكاينetics. في بقى دراج انتراكشن، انا اتكلمت على دراج انتراكشن مهم من شويه وهو بتاع الوارفرين فمش هنعيده. في بقى دراج انتراكشن تاني وهو مع الانتي هايبرتنسيف دراج ومع الدايوريتك. طب ليه؟ يا باشا انا لسه بقول لك النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج بتعمل انهبيشن للكوكس، فبالتالي يقل عندي بروستاجلاندين، ومن ضمن البروستاجلاندين كان في البروستاجلاندين الجود اللي بتزود الرينال بلاد فلو. طب انا قفلت الكلام ده، هوب يقل عندي الرينال بلاد فلو، النتيجه عندي ان الرينال بلاد فلو قل. الجسم يقول لك في مشكله هنا وفي اسكيميا، حفز لي الراس سيستم. واللي مش فاكر الراس كان رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. نتيجه الكلام ده كان بيحصل عندي فازو كونستريكشن، سولت اند ووتر ريتنشن، افراز لانتي دايوريتيك هرمون. كل الحاجات دي بتحصل. لما افرز الانتي دايوريتيك هرمون ايه اللي هيحصل كده؟ انا بعاكس الاكشن بتاع الدايوريتيك، فلغيت الاكشن بتاع الدايوريتيك. تمام. عملت سولت ووتر ريتنشن وفازو كونستريكشن، انت بتزود الضغط فبتلغي الاكشن بتاع الانتي هايبرتنسيف دراج. وصلت؟ عرفنا الميكانيزم، هي دي الفكره كلها. طيب في بقى سايد افكت رخم شويه وهو على الكدني برضه. الكدني عشان يحصل فلتريشن بيخش عندي كده افرنت، وبعد كده يخش معايا في البومنز كبسول والليله بتاعتي ويخرج من خلال افرنت. تمام. النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج بتعمل ايه؟ بتروح تعمل فازو كونستريكشن في الافرنت، فالدم اللي داخل للكليه بيكون قليل. طيب وهتعمل فازو دايليتيشن، فاللي خارج بيكون قليل. ما هو انا مش داخل لي اصلا فالخارج قليل، وانا موسع هنا فانا قللت الضغط اللي جوه، هنا بنسميه الكابيلاري بريشر، فقللت الضغط جوه، فيحصل عندي ما يسمى بالاكيوت رينال فيلير. طب امتى بقى يزيد؟
ده عادي. قال لك يزيد بقى لو انا باخد ادويه ضغط من عيله الايس اي سي اي انهبيتور، او من عيله السرطان او الاي ار بي. اس انهبيتور اللي بيروح يمنع التكوين بتاع الانجيوتنسين 2، والاربس اللي بيمنع البايندنج بتاع الانجيوتنسين 2 للريسبتور بتاعه. النتيجه ان دول كانوا بيقللوا الضغط، بيقللوا البلاد بريشر، وحاجه حلوه وجميله وقويه وزي الفل. بس يا باشا دول مشكلتهم انهم فازو دايليتور على الافرنت. يبقى انا خدت النون سترويدال انتي انفلاماتوري وخدت ايس وارب، قام عامل لي فازو كونستريكشن في الافرنت وعامل لي فازو دايليتيشن في الافرنت، ادى بيه ان يحصل عندي اكيوت رينال فيلير بعد ايام قليله. طيب دكتور جوده بقى زود حته حلوه، قال لك طب يا باشا انا لو استخدم ايه طيب بدل النون سترويدال، لو انا واحد عندي ضغط وشغال على ايس وارب؟ قال لك انا عندك حلين، ابعد خالص من النون سترويدال واستخدم الباراسيتامول كانتي بايريتيك مش كانتي انفلاماتوري، وكانتي انفلاماتوري استخدم ريباريل اللي هو الماده اللي اسمها ايسين. ماده الايسين دي هي اللي موجوده في الريباريل سواء كان اقراص او جل. يبقى استخدم الاسين كانتي انفلاماتوري والباراسيتامول كانتي بايريتيك بديلا للنون سترويدال الوحشه في حاله ان انا باخد ايس وار، لان الاثنين مع بعض هيعملوا فازو كونستريكشن في الافرنت، فازو دايليتيشن عالي في الافرنت، ويؤدي فيها الى اكيوت رينال فيلير، لان الضغط جوه الكابيلاري هنا هيبقى قليل، فالدم اولا مش داخل بسبب فازو كونستريكشن، والضغط هنا قليل والدم مش خارج من الافرنت لان في فازو دايليتيشن ومفيش حاجه داخله تزقه. تمام، ده كده بالنسبه للدراج انتراكشنز. نخش على البريجنانسي. لو واحده حامل، نركز بقى ست الكل، لو انت ست حامل وجالك التهاب او حاجه، انا بستخدم اللو دوز من النون انفلاماتوري، اللو دوز بس مش بس كده، من اللو بوتنت عشان افويد سايد افكت، يعني استخدم الجرعه القليله من اضعف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، ومش كل يوم، انتر ميتد، يعني فين وفين وعند اللزوم. طيب ولازم قبل ما تولدي يا ست الكل من شهر ونص لشهرين مفيش مسكنات، من 6 ل 8 اسابيع مفيش مسكنات، يبقى اخد جرعه قليله من دواء ضعيف وعلى فترات متقطعه واقطع قبل الولاده. طب ليه؟ قال لك لما جينا نشوف الكلاسيفيكيشن بتاعها النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج في الحمل، لقيناها عباره عن كلاس سي وكلاس دي. طبعا اخطر حاجه كلاس اكس، ده اللي ممنوع طول الحمل. طيب الادويه العاديه بيبقى لها كلاس واحد، قال لك النون ستيرويدال لها كلاس ايه، يا سي يا دي، والدي اخطر طبعا. طب قال لك امتى بقى؟ قال لك الدي ده في الثيرد ترايمستر، في الاخر، يعني الحمل 9 شهور بنقسمه على 3، كل 3 شهور بنسميها ترايمستر. اول 6 شهور يا سيدي بتكون كاتيجوري سي فيرست والسكند ترايمستر، في الاخر بيبقى كلاس دي، ولذلك انا بقول لك اخر شهر ونص لشهرين امنع، ويفضل 3 يا باشا. تمام، ده بالنسبه للبريجنانسي. نيجي بقى على اهم حاجه وهي السايد افكت لهذه المسكنات. تعال بقى ناخدهم سايد افكت واحد واحد، هتلاقيني كاتب لك كل سايد افكت وجنبه كلمه اكسبلين عشان نفهم مع بعض ليه بيحصل. اول حاجه بتحصل عندي مشاكل الكارديوفاسكولار والسيربرال. هناخد اول حاجه الهايبرتنشن والإديمة، واتكلمنا عنها بس هنعيدها على السريع. ليه هايبرتنشن وإديمة؟ اتكلمنا ان النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج بتروح تقلل البروستاجلاندين، ومن ضمن هذه البروستاجلاندين E2، فبالتالي بيقل عندي الرينال بلاد فلو، ولما يقل عندي الرينال بلاد فلو بيحدث عندي اكتيفيشن للراس سيستم، ولما بيحدث اكتيفيشن للراس سيستم بيحصل عندي فازو كونستريكشن، سولت ووتر ريتنشن، وانتي دايوريتيك هرمون برودكشن. النتيجه عندي انه بيحصل عندي هايبرتنشن ضغط، ويحصل عندي سولت ووتر ريتنشن، وانتي دايوريتيك هرمون، يحصل عندي اديمه. دي اول حاجه. تاني حاجه لو هنتكلم على الثرومبو امبوليزم، الثرومبو امبوليزم بيحصل كتير. طب مع مين؟ قال لك لا، مع السلكتيف كوكسي 2 انهبيتور اللي هم مين؟ الكوكسيب، اتروكوكسيب وسيكوكسيب. طيب ايه الفكره؟
قال لك دول بيروحوا يشتغلوا على كوكس 2 بذمه وضمير، ومن ضمن الحاجات اللي بيطلعها كوكس 2 كان الاي 2، فبيقل عندي البروستاجلاندين اي 2. في نفس الوقت لما بقفل كوكس 2 الجسم بيروح يشفت على كوكس 1 فيشغل الكوكس 1، ومن ضمن الحاجات اللي بتطلع من كوكس 1 الثرومبوكسين THXA2 الثرومبوكسين E2. طب النتيجة عندي ايه؟ النتيجة عندي ان ده ودول كانوا عكس بعض، ده كان بيزود البليتلت اجريجيشن وده يقلله، فالنتيجة ان ده قل وده زاد عندي البليتلت اجريجيشن، فزادت عندي فرصة حدوث الجلطات، فيحدث عندي زيادة المايوكارديال انفاركشن والسكتات الدماغية ستروك. تمام. طيب في خطر ثالث في الكارديوفاسكولار سيريبرال وهو البليدنج، لكن البليدنج ده قلنا مع مين؟ مع الاسبرين، لانه له انتي بليتلت اكتيفيتي، فممكن مع زياده الجرعه يحصل عندي بليدنج. لذلك لو انت دكتور سنان ورحت يجي لك عيان او واحده كبيره بتاخد اسبرين، بتقول له وقفها 7 ايام او 5 ايام قبل ما تيجي العياده عشان ما يحصلش عندك بليدنج لما نشيل الضرس ونخلع. طيب على الجي اي تي، مهم جدا على الجي اي تي، دايما نقول لك المسكنات بتعمل قرح وبليدنج. طيب انهي مسكنات؟ دكتور جوده بيقول لك بص يا باشا، سواء كان سيلكتيف او نون سيلكتيف هيعمل عندي قرح. مش بس كده، والله خدته اورال، خدته اي في، خدته سبكوتينيوس، خدته عفريت ازرق، هيحصل لك برضه مشاكل في الجي اي تي اللي هي الكاستريك ألسر والبليدنج. طيب ازاي دي؟ نقوم راسمين كده البرايتال سيل المسؤول عن البرودكشن بتاع الاتش سي ال. في هنا ريسبتور اسمه البروستاجلاندين، وهنا في حاجه اسمها بامب بنسميها هيدروجين او بروتون بامب. طيب الطبيعي اللي بس عندي هذه البروستاجلاندين بتيجي تشتغل على البروستاجلاندين ريسبتور، تعمل انهبيشن للبامب دي. طب البامب دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها بخلال الميكانيزمات انها تنتج اتش سي ال، فانا كده قللت الاتش سي ال ده البروستاجلاندين. مش بس كده، البروستاجلاندين دي في بلاد فلو هنا رايح للبرايتال سيل، في بلاد فلو بلاد كانت بتروح تزود عندي البلاد فلو اللي واصل لمين؟ للميوكس بروديوسنج سيل اللي بتطلع ايه بقى؟ بتطلع ميوكس، وهذا الميوكس بيجي على الجدار ويحمي من القرح. مش بس كده، ده البروستاجلاندين اصلا ليها اكشن دايركت على الميوكس برودكشن سيل وتزود عندي الميوكس. طيب انا خدت بقى نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج بيعمل انهبيشن للكوكس راح عمل انهبيشن لهذه البروستاجلاندين. طيب لما عمل انهبيشن للبروستاجلاندين قلل الاكشن على هذا الريسبتور بروستاجلاندين، فاتلغى الاكشن اللي هنا، فزاد عندي الاتش سي ال، وده اول اجريسيف فاكتور للقرح، زياده الحموضه. مش بس كده، قلل البلاد فلو اللي رايح للميوكس بروديوسنج سيل، فقل عندي البرودكشن بتاع الميوكس، فما عادش فيه هنا حمايه على الجدار. مش بس كده، ده منع انه يروح يشتغل على الميوكس بروديوسنج سيل وقلل عندي البرودكشن بتاع الميوكس. كمان العلم بالشيء يعني هذا البروستاجلاندين بيزود عندي البايكربونات اللي هو يعكس الاتش سي ال، فهو بيروح يقفل البروستاجلاندين يقلها، فيقلل البرودكشن بتاع البايكربونات، فيقل عندي المعادله بتاعه الاتش سي ال، فيزيد عندي الاتش سي ال. فكل الحاجات دي تؤدي الى حدوث القرحه او الاستومك دامج. قلنا لا يختلف باختلاف الروت، كده هيحصل، كده سيلكتيف او نون سيلكتيف بيحصل. طيب على الكليه ولسه متكلمين ان ممكن تعمل اكيوت رينال فيلير. وليه؟ قلنا يا باشا فازو كونستريكشن للافرنت، فازو دايليتيشن للافرنت، النتيجه اكيوت رينال فيلير. تمام. ايه كمان؟ قال لك ازمه. ايوه تعالى لي بقى، فاكر اول كلمه قلتها لك في المحاضره اللوكس الليوكوتراين او اللايبو اوكسجينيز اللي بيطلع عندي اللوكس؟ طيب انا عايز المعلومه دي ليه؟ كنا بنقول ان انا عندي الاراكيدونيك اسيد بيخش عليه كوكس او يخش عليه لوكس، سيبك بقى من السيتوكروم.
انا جبت الدواء ده سيلكتد قفل لي هذا الكوكس، الجسم هيروح يشفت مين؟ على اللوكس، ولما يشفت على اللوكس يزود الليوكوترين، وهذا الليوكوترين اسمه برونكو كونستريكشن. فلو شخص عنده ازمه هيزيد عنده البرونكو كونستريكشن بتاعي وتزيد عنده الازمه سيمبتومز. تمام. نيجي نتكلم على الخصوبه، الفيرتيليتي. نركز بقى، احنا قلنا ليه البروستاجلاندين دور مهم جدا في الاوفيوليشن. طيب قال لك في الفيرتيليتي والبريجنسي انا عندي مشاكل الخصوبه كده كده تحصل، وعندي حاجه اسمها كيرنيتراس. احفظ المصطلح ده اهم، كيرنيتراس. كيرنيتراس يعني زياده في البيلي روبين، نكتب كده زياده بيلي روبين اللي هي الصفرة، زياده البيلي روبين لدرجه انه كروس البلاد برين بارير بتاع الطفل وعمل دمج للبرين. ده معنى كلمة كيرنيتراس، زيادة بيليروبين أدى إلى إنه عدى البلاد برين بارير بتاع الجنين وأدى إلى دمج للبرين. تمام. تعالى نتكلم الحاجات دي بتحصل إزاي. أول حاجة قلنا إن النون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراج بتقلل البروستاجلاندين، ومن هذه البروستاجلاندين الإي 1 والإي 2 يا حبيب قلبي والاف 2 الفا، فاكرهم؟ واللي كان ليهم دور مهم في الاوفيوليشن في اول ورقه، وبالتالي هيحصل عندي نقص في الاوفيوليشن، يحصل عندي حاجه اسمها هايبو فيرتيليتي، نقص في الخصوبه. تمام. نفتكر برضو كان النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري بيشتغل على بروستاجلاندين اسمه اف 2 الفا، وده كنت قلت لك له دور مهم في الكونتراكشن بتاع اليوترس، فبالتالي ايه؟ مفيش كونتراكشن، فيحصل عندي حاجه اسمها توكو ليسيس. يعني ايه؟ يعني مفيش كونتراكشن. طيب ايه كمان؟ فاكر البروستاجلاندين اي 1 واي 2 كان ليهم رول في الباتنسي بتاع الدكتس ارتريولس، فلما تاخد مسكنات كتير مسكنات كتير مسكنات كتير يبقى انا بقلل دول، فبالتالي تتقفل بدري، كلوجر، يحصل عندي بريماتيور كلوجر للدكتس ارتريولس. تمام. والمشكله ان في النتيجه ممكن يؤدي الى رايت سايد هارت فيلير للطفل. تمام. اخر حاجه بقى في الفيرتيليتي والاوفيوليشن هنتكلم على الكيرنيتراس. طيب ايه الكيرنيتراس ده؟ البيليروبين بيحب يمسك في البلازما بايندنج بروتين. اظن بسطت الفكره، مش محتاج اقول لك بقى ايه اكتر من كده. ده البيليروبين ماسك هنا، انت بتاخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج زي ما عمل هناك، يقوم طارد الوارفرين، هنا يقوم طارد مين؟ البيليروبين. فزاد عندي الفري بيليروبين، فالفري بيليروبين راح عدى البلاسنتا للجنين، ومن البلاسنتا عدى البلاد برين بارير بتاع الجنين، ومن البلاد برين بارير عمل دامج للبرين بتاع الجنين. تمام. يبقى الفكره كلها ان عمل ايه؟ ديسبليسمنت للبيليروبين من البلازما بايندنج بروتين اللي هو الالبيومين في الغالب. في سايد افكت مشهور جدا اسمه ريز سيندروم، كده كده يجي لك في الامتحان. ريز سيندروم، ريز سيندروم ده بيجي لانون كوز. يلا ادي اول معلومه، انون. ماشي، خلصنا وارتحنا. قال لك طب ايه الفكره كلها؟ قال لك الفكره كلها يا باشا ان انا عندي طفل اقل من 16 سنه، او قول 16 سنه، في ناس تقول 14، ناس تقول 16، يعني قول طفل عنده عدوى فيروسيه، فيرال انفكشن، ايا كانت، انفلونزا بقى، ايا كان. حبينا ننزل له الحراره ونسكن له الالم، فادينا له اسبرين. and the unknown mechanism اللي حصل يا باشا، ضرب الليفر، هيباتيك فيلير. وهذا الهيباتيك فيلير لما بيحصل بيزيد عندي الامونيا، ولما تزيد الامونيا بتروح للبرين وتعدي البلاد برين بارير وتعمل التهاب السحايا او بنسميه انسيفالو باثي. والانسيفالو باثي ده بنسبه كبيره مميت، ديث. تمام. لانه بيخش في الاول في هيباتيك كوما. يعني بص، هي الفكره كلها ان عندي امونيا زادت بتروح تبوظ البرين. تمام.
ده كده بالنسبه لحاجه اسمها ريس سندروم. اخر حاجه بنقول ان انا عندي السلفا دراج اللي هي السلكتيف، الكوكسيب، الاتروكوكسيب والسيليكوكسيب وحشين عشان فيهم سلفا، فبالتالي ممكن يعملوا الرجي. دكتور جودة قال لك الالرجي ممكن تيجي لاي حد من اي دواء، لكن السلفا معروفه انها بتعمل حساسيه بنسبه كبيره. نختم بقى بشويه نوتس قبل ما نقفل. بنقول لك ان السلكتيف كوكس 2 على قد ما هي حلوه كويسه ومفيده ومتعملش مشاكل في القرح والحاجات دي، الا انها بتعمل هارت اتاك وممكن تؤدي الى ستروك. ولهذا قامت الاف دي اي بعمل حاجه اسمها بوكسد وورنينج، تلاقيها كده في البامفلت بوكس كده اسمر وجواه كده وورنينج، وده هذا الدرج يؤدي الى حدوث جلطات وعمل 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 ويقوموا قافلين البوكس. فبنقول ده مشهور جدا مع السلكتيف، سواء السيليكوكسيب او الاتروكسيب او ايا كان. الدكتور جودة حاطط لكم بس شويه براند نيمز انا احفظهم، اللي هو الفايروكس والسيربريكس والحاجات دي. طيب ايه كمان؟ بنقول ان المسكنات النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج بتزود فرصه حدوث الاكيوت رينال فيلير. مش بس كده، ممكن كمان تضرب النيفرونز نفسها، فبيعمل حاجه اسمها انترستيشيال نيفرايتس. معلومه يعني احنا عارفين انها بتعمل اكيوت رينال فيلير خلاص. طيب نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري برضو زي ما قلت لك بتقلل الاوفيوليشن، فتعمل هايبو فيرتيليتي، تقلل اليوتراين كونتراكشن، تقلل البلاستوسايت امبلانتيشن اللي هو ان انت عملت البويضه واتخصبت وكل حاجه المفروض بتثبت في جدار الرحم، فبيقلل عندي هذا التثبيت. بكده نكون الحمد لله خلصنا شابتر نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج.